السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض الناجتس بس بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم احلى من الجاهز كمان. اول حاجة هنحتاجها مع بعض كيلو من الفراخ او البانيه. طبعا تكون مخلية العظم تماما والدهن، وتفرميها في الكبة فرم ناعم خالص زي ما انت شايفة كده بالظبط. هتخلصي الكمية بتاعتك وهتنزلي عليها بكيس من الفيجيتار، الحار او العادي حسب ما تحبي انت بقى. وهتحطي معلقة صغيرة من الملح والفلفل والبصل البودر والثوم البودر ومعلقة من بهارات الفراخ او اللي هي مرقة الدجاج. بس مرقة الدجاج اللي هو البودر بتتباع بالوزن بالكيلو او بالكياس عادي. هتعمليه بقى كده يعني تفرميها كويس بايدك كده لحد ما يتدخلوا كل المكونات في بعض، او ممكن ترجعيها تاني في الكبة تاخد فرمة تاني. تمام. هتحطيه بقى في التلاجة وهتبدأي تعملي الخليط السائل بتاعك عبارة عن ايه؟ بيضة، نص كوباية او نص مج من اللبن، عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل، وهتخلطيها كويس جدا مع بعض. في اي صينية عندك بقى هتنزلي بنص كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من البقسماط الخشن وممكن الناعم لو مش متاح، وكيس من الفيجيتار الحار او العادي برضو، وكيس من الكريسبي اللي هو اللي انا وريتهولك من كنور برضو. هتقلبيهم كويس كده مع بعض وهتشيليهم على جنب بقى، وتطلعي الفراخ بتاعتك. هتكوريها كرة متوسطة الحجم، يكون سمكها 2 سنتي تقريبا. هتبططيها زي ما انت شايفة كده بالظبط. ممكن تخليها دايرة او تخليها مربعة، ممكن تاخديها كده ببوس شوية كده زي ما انت شايفة كده. وتخلصي الكمية بتاعتك كلها. هترصيها في صينية، وطبقة ما بين الطبقة والتانية كيس بلاستيك عشان ما يلزقوش في بعض. تمام. هتخلصي كمية الفراخ كلها زي ما انت شايفة كده، وبعدين تاخدي واحدة واحدة هتحطيها في البيض واللبن. هتغطسيها كده وبعد كده تمسحيها كويس وتنزليها في البودر. تمام. يعني هتحط عليها الكفر من كله، بس اهم حاجة ما تبططهاش قوي بايدك عشان ما ترققيش الفراخ. انا عايزاها بالسمك اللي انت شايفاه كده، وبعدين تنفضيها وبعدين ترصيها بقى ما بين الطبقة والتانية زي ما قلنا كيس بلاستيك عشان ما يلزقش في بعض. مرحلة التسوية بقى، انتي الزيت يكون زيت غزير، متوسط، ما يبقاش سخن قوي، يبقى متوسط الحرارة. والدرجة يعني تخليها على نار متوسطة، مش نار عالية ومش نار هادية. وبألف هنا وشفا. طبعا مش عايزة اقولك الطعم والريحة حكاية. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. شكرا.